أهلا وسهلا بكم متابعي قناة ملاك. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد ورائع جدا، وهو طريقة عمل كشنة السبانخ مع الخضروات المشكلة. تابعونا على الفيديو. هنا أضفنا قليل من الزيت. الآن نضيف البصل ونقلب البصل مع الزيت حتى يصبح لونه ذهبي. بهذا اللون. الآن نضيف قطع من الفلفل الأخضر ونقوم بتقليب الفلفل مع البصل. الآن نضيف مسحوق الطماط ونقلب الطماط مع كشنة البصل. الآن نضيف ملعقة من الكركم ونستمر بالتقليب، ونضيف ملح. الآن نضيف مكعب من الماجي ونقلب مع الكشنة حتى يذوب المكعب. هنا معنا بهارات مطحونة مشكلة، وهي عبارة عن فلفل أسود وكمون مطحون. الآن نضيف السبانخ المقطعة ونقلبها مع كشنة الطماط. نستمر بالتقليب. الآن نغطي على كشنة السبانخ في فترة ما بين 5 إلى 10 دقائق. طبعا هنا أصبح كشنة السبانخ ناضجة بهذا الشكل. طبعا الآن نضيف على كشنة السبانخ مجموعة من الخضروات المشكلة. أنا عندي هنا خضروات مشكلة، وهي يعني عبارة عن بطاط وباذنجان وكوسة وجزر وبيبار مقلي. طبعا كل هذا على حسب الرغبة. طبعا بعد أن قليناها ونشفناها من الزيت، الآن نضيفها على كشنة السبانخ. طبعا الآن نضيفها على كشنة السبانخ ونستمر بتقليب الخضروات مع كشنة السبانخ، ونترك السبانخ طبعا هنا حتى الخضروات تتشرب بالكشنة السبانخ. طبعا الآن أصبحت وصفة السبانخ جاهزة. طبعا وصفة لذيذة ورائعة جدا، جربوها واكتبوا لنا في التعليقات. إن شاء الله تعجبكم، وبالعافية عليكم.